ليه الرد قدام أجنبي بياخد وقت أطول؟ إيه اللي بيحصل جوه الشخص في اللحظة دي؟ وليه نفس الكلام بيطلع سهل بس مش في المواجهة المباشرة؟ كتير مننا في اللحظة دي بيحط نفسه في موقف صعب. الموقف الصعب ده بيظهر في 3 خطوات: التفكير بالعربية، عد الكلمات، ثم ترتيب هذه الكلمات. وبعد كل التفكير ده الكلام يطلع متكسر ومش زي ما كان متخيل، وده بيخلي اللي قدامه مش مرتاح في التعامل معاه. شوف يا عزيزي، الأجنبي مش محتاج منك تفكر كتير، هو محتاج جملة تطلع فورا. والمشكلة إنك بتبني الجملة من الصفر، كأنك بتكتب مش بتتكلم. المحادثة مش مكان تفكير طويل، اللي قدامك مستني رد مش جملة مثالية. علشان كده الحل مش كلمات أكتر، الحل جمل جاهزة لكل موقف. وتفضلوا معانا نشوف أمثلة تطبيقية على هذا الكلام. تعالوا نشوف السؤال الأولاني. Where are you from? Actually, I am coming from Egypt, but now I am living here since maybe 3 years and I work in. توتر، كلام زيادة، محاولة إثبات. تعالوا نشوف الإجابة الصحيحة. Where are you from? I'm from Egypt. I live here now. تعالوا نشوف السؤال التاني. Is this your first time here? Yes. Actually, no. I came before, but not so much. تفكير، تراجع. طيب ما نشوف الإجابة السليمة إزاي؟ Is this your first time here? No, I've been here before. نشوف سؤال جديد. What do you do? I am working many things, like sometimes office, sometimes online, depends. تشتيت ومحاولة شرح حياة كاملة. طيب الإجابة الصح إيه؟ What do you do? I work in an office. تعالوا نشوف سؤال جديد. How do you usually get to work? Usually I am taking transportation like bus or metro, but sometimes if there is traffic. تفكير وتفاصيل ملهاش لازمة. طيب الإجابة الصح إيه؟ How do you usually get to work? I usually take the metro. ناخد سؤال جديد. What would you like? I want to eat something not heavy because I already ate before and I don't like spicy. دي ترجمة ذهنية من العربي، والإجابة الصحيحة هي كالتالي. What would you like? I'd like a sandwich. آخر سؤال معانا. Are you looking for something? Yes. I am searching about a place that is maybe near here. نفس المشكلة، تفكير كتير وتشتت، والحل كالتالي. Are you looking for something? Yes, I'm looking for the restroom. وبكده تنتهي حلقة اليوم. ألقاكم في الحلقة القادمة لتناول مشكلة جديدة من المشاكل اللي بتقابل العرب في التحدث باللغة الإنجليزية. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.